بالنسبة يا شيخ للأصناف التي تخرج، ونحن نسمع في الآونة الأخيرة كذلك من يخرجها مالا، فتحدثنا عن هذا الأمر. هو بالنسبة لإخراج زكاة الفطر مالا، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير إلى آخر الخبر في حديث عبد الله بن عمر، إشارة إلى أنها تخرج من الطعام. وأما إخراجها مال فهذا مروي عن بعض السلف من التابعين، وهو محكي أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الاستنباط. مروي عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى أنه كان يكتب إلى عماله في أخذ زكاة الفطر صاعا، نصف صاع أو ما يعادلها من الدراهم، وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز. جاء أيضا عن الحسن البصري عليه رحمة الله من أئمة الفقهاء في العراق. جاء أيضا عن أبي إسحاق كما روى ابن أبي شيبة من حديث زهير عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يأخذون زكاة الفطر مالا. وهذا بالنسبة للحكاية عن أبي إسحاق يحكي عمل أهل الكوفة. أدركتهم يعني طبقة أصحاب أو تلاميذ عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ربما يقصد علقمة والأسود ويقصد أبي الحسن، هم لهم سلف في هذا. وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة عليه رحمة الله، وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وبعضهم يستنبط بمسألة التغيير في هذا أنه بحسب المصلحة في هذا وحاجة الناس، ببعض الاستنباطات عن السلف عليهم رحمة الله، كما جاء في حديث أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرقون بين مد البر من الشام وبين بر المدينة، باعتبار أن مد الشام على النصف من مد المدينة، باعتبار أنه أجود فيكون على النصف لأنه أغلى ثمنا وأحظ وأجود بالنسبة للفقير، حتى لا يجحف في مسألة الغني. يبقى المسألة الاحتياط في هذا، وأن جمهور العلماء وأكثرهم على أن زكاة الفطر تكون من الطعام، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبرأ. وجمهور العلماء يرون أن من لم يدفعها طعاما أنها لا تصح منه ولا تجزئ، ومن دفع طعاما فهي مجزئة باتفاق العلماء، حتى من يقول بأن